مساء الفل عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل حجازية اسكندراني عملناها قبل كده بطريقة مختلفة بحشوة مختلفة. تابعوا معايا الفيديو للآخر، بس هقول لكم شوية حاجات كده وقعت فيها أنا برضو بسبب اختلاف الدقيق والحاجات. فشوية نصايح كده هتستفادوا منها. ولو قبل ما نبدأ حبايبي إن شاء الله يا ريت تشرفوني بالاشتراك في القناة واللايك للفيديو والشير بإذن الله. هنا معايا كوبايتين دقيق، وكوبايتين دقيق سيمولينا، كوبايتين دقيق أبيض وكوبايتين دقيق سيمولينا اللي هي بتاعة البسبوسة. أنا بجيبه أكياس عادي. معايا هنا كوباية سمنة، 3/4 سمنة والربع زيت. تمام. معايا هنا نص كوباية مية لحد ما نظبط بس المية. هنعوز قد ايه، هنحتاج قد ايه، وهنحط عليها باكو خميرة و4 معالق سكر. تمام كده معانا لحد دلوقتي كده كويس. اقول لكم بقى ايه على المشاكل اللي بتحصل. الدقيق هنا، لان انا دايما بستخدم الدقيق متعدد الاستخدامات، فالمقادير بتطلع معايا كده مظبوطة. انا النهاردة استخدمت دقيق تاني، ودقيق ماركة كويسة على فكرة وماركة معروفة. بس برضو احتجت ان انا هوريكم دلوقتي لما حطيت كمية السمنة. قبل كده احنا عملنا الوصفة دي يا جماعة، تقدروا ترجعوا لها تاني. لما حطيت هنا كمية السمنة حسيت ان الدقيق يعني شرب سمنة ياما، يعني فاهميني. لا هي ما كانتش محتاجة كده، فاضطريت ان انا ازود شوية دقيق تاني. عايزة اقول لكم بس تبقوا تاخدوا بالكم، لو عملتي وصفة ونجحت معاكي يا ريت تبقي نفس الدقيق اللي استعملتيه هو لو حابة تعيدي الوصفة تاني. تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة يا جماعة، ناخد بالنا ان الخميرة، احنا الجو بقى ساقعة جدا، فناخد بالنا ان الخميرة غابت معايا جدا لحد ما رفعت. فناخد بالنا من الموضوع ده، ان احنا نبقى نخمر الخميرة بدري. ان انا برضو اضطريت اسيب الحاجة الدقيق بعد ما بسيته بالسمنة. فالحمد لله هي في الاول في الاخر طلعت حلوة جدا. بس انا بقول لكم على شوية حاجات كده. هنا معانا الحشوة، كوباية ونص دقيق السيمولينا، كوباية سكر. اهو بالتفصيل يا جماعة، عشان في ناس احيانا بتقولي بنعيد الفيديو كذا مرة. النهاردة انا عاملة حشوة مختلفة للناس اللي ما بتحبش القرفة. انا عاملاها لهم بالكاكاو. تمام. وحاطة سوداني، يعني انا غيرت في الوصفة اللي فاتت. الوصفة اللي فاتت عاملاها بالقرفة ومن غير سوداني، الوصفة دي عاملينها بالكاكاو وبالسوداني. تمام. هنقلب وهنرشرش عليها، بس يعني رشرشة مية، احنا عايزينها زي الرملة المندية زي ما قلنا. حتة السمنة دي بس علشان تطعمها. تمام. ونلم بيها يعني الحاجة اللي احنا عاملينها دي، الخليط ده، يعني علشان ما يبقاش بودرة كده. حبة مية صغيرين، خدت مني حوالي ربع كوباية مية. المية دي ترجع لك برضو، هتبقى قدامك. احنا عايزينها زي الرملة المبلولة، فانتي المية معاكي. يبقى كده يا جماعة احنا برضو عرفنا نصيحة، يعني الدقيق اللي تستعمليه في وصفة وتنجح معاكي. انا قبل كده عملت الحجازية دي بالدقيق المتعدد الاستخدامات، كانت حلوة جدا. ودي برضو طلعت حلوة جدا، بس الحمد لله انا خدت بالي وزودت شوية دقيق. تمام. والخميرة زي ما قلت لكم لازم تكوني عاملاها مجهزاها من بدري شوية، لان الجو فعلا المية بتبرد بسرعة. يعني حطيتها في مية دافية، المية بردت على طول. هنا انا دقة شوية سوداني، عايزاه مجروش كده، بس مش عايزاه سليم ولا عايزاه مطحون قوي. تمام. حابة تحطي بدل السوداني مكسرات، لو متوفر عندك بندق او عين جمل حطي براحتك. تمام. يبقى ادي الحشوة اهي. كوباية سكر، كوباية ونص دقيق سيمولينا، شوية سوداني، 3 معالق كاكاو، ونص معلقة سمنة. تمام. لو حابين ترجعوا للوصفة الأولانية يا جماعة عاملاها بالقرفة، كانت جميلة جدا برضو.
الوصفتين جمال، شوفوا انتوا بتحبوا ايه واعملوه. هنا معايا اهو، ما قعدتش معايا كتير على فكرة، حوالي تلت ساعة بس ركنتها، حوالي تلت ساعة، ده بعد التخمير اقصد يعني. هنا اهو هنزل بالمية شوية شوية. تمام، هو كل ما هتحطي مية هتحسي ان هي محتاجة بعد ما تعجني، يعني في الاول هتحسي ان هي مليانة مية، بعد كده لما تلمي المية تحسي لا ده الدقيق شربها وان انتي محتاجة تاني دقيق مية. تمام، هنفضل نلمها كده ونشوف في الاخر احتاجت مني حوالي كوبايه الا ربع ميه. ثواني يا توتي توتي، ثواني. اه تمام. اجي معانا اهو بنلمها بالميه، بننزل بالميه شويه شويه، مش هننزل بكتير يعني، لحد ما نشوف العجينه هتحتاج مني قد ايه. تمام، واحده واحده كده يا جماعه، كل ما نحط لها ميه نحس ان هي محتاجه نحط لها تاني، ننزل برضو بالمية كده شوية شوية. اهي العجينة معانا بقت طرية وناعمة، هنسيبها ترتاح. ارتاحت معايا حوالي تلت ساعة، من تلت ساعة لنص ساعة خدت معايا. تمام، هنقسمها نصين. انا مجهزة صينية مقاس 32، صينية مدهونة سمنة، هنريحها بس من ايدينا شوية كده، انا نسيت بس كده هلمها تاني. اريحها في ايديا بحرارة ايدك كده لان الجو فعلا برد. ان شاء الله تجربوها، وان شاء الله لو وصلنا لحد هنا واول مرة تشوفوني يا جماعة، يلا بقى شدوا حيلكم في الاشتراك واللايك. ان شاء الله الوصفة هتعجبكم جدا، ولو حابين ترجعوا للوصفة الاولانية اللي هي بالقرفة، انا عاملاها بالقرفة قبل كده، للي بيحب القرفة موجودة، للي بيحب الكاكاو برضو موجودة. تمام، هنحطها في النص كده، وطريقة الفرد يا جماعة ناخد من النص العالي نطلعه على الجناب، لان احنا عايزينها عالية شوية، صغيرين قوي من الجناب، مش عالية قوي برضو علشان ما تبقاش ما فيهاش حشو وتبقى ناشفة كده. مع ان العجينة دي وحياة ربنا يا جماعة وهي حتى ما فيهاش حشوة طعمها حلو جدا، يعني حتى لو جاتلك حتة كده من الحجازية ما فيهاش حشوة كتير طعمها حلو جدا. تمام، اجي هنقعد نفردها كده بقى، ناخد من العالي اللي بره ده اللي في النص، نطلع هنا بقى نسويها ونشوف ايه العالي بايدينا كده، وانت حاسه بايديكي هتطلعي على الاجناب، اي حته عاليه هتسويها بايدك هتطلع على الاجناب. هنا بنحاول برضو نسد اي فراغات ونعلي ايوه كده بايدينا، ناخد العالي على الاحرف. جربوها يا جماعه، الحاجات دي يعني لو كلتيها من الفرن مش بتبقى طعمها زي، او من عند اي حلواني طبعا مش بيبقى طعمها زي ما بتعمليها في البيت. جربيها بس بالطريقه دي، الحاجات دي مش متعبه خالص ومش مكلفة زي كأنك بتشتريها من بره يعني. تمام، وانتي ضامنة نظافتها وضامنة هي معمولة ازاي قدامك، وانتي عارفة نظافة بيتك ونظافة حاجتك، المكونات اللي انتي حطاها انتي عارفة طبعا انتي حاطة ايه، مش مجهولة المصدر يعني. هنحاول نفرد كده، انا بحب الحشوة كتيرة. العالي بقى براحة ايدك كده هتحسي ايه اللي عالي وايه اللي محتاج يروح عليه الحشوة شوية. تمام، انا كده هعمل بقى ايه طريقة معاكم وحظي وحظكم، يعني دي انا اول مرة اعملها الحركة دي. الصينية دي قد الصينية دي، فلان طبعا الطبقة اللي فوق بتتفرد كده بصعوبة شوية. في طريقة برضو انا فردت بيها في الفيديو الاولاني، فيديو الحجازية الاولاني، لو حابين ترجعوا لها برضو. انا قلت اجرب معاكم الطريقة دي وحظي وحظكم بقى، هشوف هتنفع ولا لا، بس بجد نفعت يعني.
الصينية دي قد الصينية دي، فاحنا هنقلبها يا جماعة على وشها، ده مش وشها، ده ظهرها. هي صينية فلات، صينية بيتزا، فهي فلات، هنفرد على الظهر كده. اجمدي كده وشدي حيلك وافرديها معاكي منشبة، هتبقى اسهل طبعا. على فكرة انا عملتها بايدي، نسيت اعمل بالنشابة والله. انا حظي وحظكوا بقى، هقلب دي على دي. تمام، بس فلحت يعني. هي الحمد لله ربنا ستر كده وما كسفنيش ونفعت. اهي بنسلكها بايدينا، الحمد لله ما لزقتش ولا حاجة، رغم ان انا مش دهنة الصينية دي. تمام، نسلكها واحدة واحدة كده. الحمد لله ربنا ستر اهو. هننزل بيها، ما فكتش مني ولا حاجة الحمد لله. هفردها كده، وبايديا برضو هشوف اي زوايد اللي في النص، هطلع بيها بالتبطيط كده على الجناب، هتطلع معايا سهلة الحمد لله. تمام كده. عندك صينية اصغر لو حباها تخينة، ممكن انا وريتكم السمك بتاعها في اول فيديو. حباها انتي اتخن من كده، ممكن تستعملي زي الصينية اصغر من كده. بس بصوا يا جماعة، هي المقادير والكمية يا دوب مالية الصينية يعني. تمام. الحركة بقى بتاعت الحجازية اللي مشهورة بيها، حركة الشوكة دي، بنخططها كده بالشوكة رايح جاي يعني. المهم بس شكلها يبقى فيه تعريجات كده. هي الحجازية مشهورة قوي بالحركة دي. بيبقى بقى طبعا الصاج بيبقى كبير قوي عند الراجل الحلواني، فالحركة دي بتبقى حلوة قوي كده يعني في شكل الصاج. احنا بنحاول برضو نعملها ان شاء الله باذن الله هتعجبكم وجربوها. والشتا بيحب المخبوزات، طول ما انت قاعده عايزه تاكلي حاجه حلوه. دي كمان اخف من الحلويات اللي بتبقى مليانه كريم، والجاتوهات والحاجات دي بتبقى مليانه كريمه قصدي. فبتبقى الحاجات دي اخف مع كوبايه شاي بلبن كده، وان شاء الله هتعجبكم. هنقطع بقى تقطيعه مختلفه. انا بحب تقطيعه السمبوسك، بس لان احنا قطعناه قبل كده بالسمبوسك فهنغير التقطيعه كده، هنخليها مربعات يعني. بس هي تقطيعه السمبوسك دي الراعي الرسمي يعني للحجازيه. يبقى احنا عملناها قبل كده حبايبي بالقرفه، عملناها تاني بالكاكاو والسوداني. شوفي انت حابه تعملي ايه وجربي الطريقه دي او الطريقه دي. وحبوا القرفة يا جماعة، القرفة طعمها حلو جدا. اي نعم، انا مش بحبها في كل الاكلات، بس عندك مثلا الحجازية لازم تتعمل بالقرفة. الحواوشي بيتحط له شوية قرفة، رز المكسرات، يمكن دول الثلاث حاجات بس اللي انا بعز القرفة فيهم. السينابون طبعا. تمام. السينابون طبعا اساسه قرفة، هو سينابون. ادي التقطيعة اهي. انا مولعه الفرن على 180 ومولعه المروحه، وفي الاخر خالص هديها ايه يعني بالوش بالشوايه كده. تمام. والنشفان ده زي ما انت عايزه يعني، ممكن تطلعيها محمره قوي، ممكن نص نص، ده في الاخر يرجع لك يعني. انا مش بنشفها قوي بصراحه. تمام، هنطلعها اهو من الفرن. دي درجه الاحمرار بتاعها او التحمير بتاعها، سخنة سخنة جدا يا جماعة. أنا بس كنت عايزة أقفل الفيديو، فعشان كده طلعتها لكم عشان تشوفوها وهي شكلها يعني بعد ما استوت. بس هي طبعا لسه مش ماسكة نفسها، دي من الفرن على عليكم على طول يعني. بس هنا مش عارفة حتى أطلعها. يلا حبايبي بقى، لو عجبكم الفيديو يا رب إن شاء الله يعجبكم، ونعمل اشتراك في القناة ما ننساش. بس بصوا شايفين الدخانة عمالة تدخن طبعا اهي، والله سخنة جدا مش عارفة امسكها يعني. انا مطلعاها من الفرن، بص طرية جدا ازاي. طبعا كل ما هتقعد هتنشف. حابة تحمري اكتر من كده ده يرجع لك وبراحتك.
بصوا الحشوة كبيرة وحلوة ازاي، يمكن الحشوة اكتر من العجينة. ان شاء الله بس تجربيها، ما بتاخدش وقت ولا بتاخد مجهود، بإذن الله يا رب هتعجبكم، طعمها حلو جدا. كوباية الشاي بلبن بتاعتك وقدام التلفزيون بقى في السهرة كده، في شوية الشتا الحلوين دول، وبالهنا والشفا يا جماعة، وشكرا لكم.